صباح الخير عليكم يا حلوين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الساعة حاليا بتوقيت القاهرة 5:30 بالظبط. النهاردة الاثنين وشم النسيم، كل عام وانتم بخير. هنشم النسيم بس على طريقتنا بقى، يعني بمعنى يعني مش مفيش فسيخ ورنجة والكلام ده كله سردينة بس، ولكن هنعمل أكلة كلها أسماك، وهنعيش جو كده ايه فلاح من بتاع فوق السطح يعني كأننا في الغيط. تمام. ماما طالبة مني اعمل لها رز مدسوس، اعمله لها وادخله لها اول حاجة الفرن. طبعا الرز المدسوس ده بيبقى جميل جدا مع السمك. عايزة الرز يطلع معاكي مفرفر وجميل، ادعكيه في قلب السمنة زي ما شفتوني. تمام. وادعكوا الصينية كمان سمنة، لازم تحطوا في الصينية سمنة. تعالوا بقى نكرمل شوية بصل عشان نعمل شوية بصل، رز ببصل لمين؟ للغندور ابني. كل واحد طالب حاجة، امال ايه. نحط كده مكعب مرق مع شوية فلفل، مع شوية ملح، قصدي سوري معلش ده اسمه رز صيادية يعني، نحطله كمون. تمام. تعالي بقى هنا نعمل ايه. هنخرط البصلاية دي ونسيبها تدبل على النار، ونحط فيها كيس الصلصة اللي احنا كنا مسبكينه من قبل رمضان. تمام. بما ان دلوقتي النلوتة غالية، تمام، ب25 وب30 وهكذا، وانت طالعة نطلع بقى كيس من اللي في الفريزر، وكان اخر كيس. البصل هتدبل معانا ونحط عليها كيس الصلصة، خدوا بالكم. وعملنا ايه تاني اقول لكم بعدين. الرز انا حطيته طبعا تحت الشواية عشان ياخد اللون الاول وشه يحمر، وبعد كده انزله تحت عشان يستوي. ادي كيس الصلصة اللي قلتلكوا عليه، هيفك ونتبله بالتوابل بتاعتنا الحلوه اللي احنا بنفضلها او بنحبها. والرز المحمر ابو بصل اتعمل، هسيبه كده شويه يعني، كده وطيت عليه النار وبقديله تقليبه. طبعا عشان الصلصه دي تعتبر كانت خام تقيله جدا، كنت مسبكاها جدا على اساس ان انا مثلا ازودها بالشوربه ميه للطبيخ يعني زودتها كده، ونحط فلفل وكمون وملح ومكعب ماجي. ده بالنسبة للصلصة اللي انا بسبكها دلوقتي، او مش بسبكها، او بخليها تقلب كده غلوتين 3 كده. هقول لكم هنعمل بها ايه دلوقتي. وهنركنها على جنب، وحطينا فيها نص معلقة من الهون اللي هو توم على فلفل على ملح وهكذا. التتبيلة اللي انا بعمل منها السمك دي حطيت منها نص ايه معلقة للصلصة دي. طبعا كانت قراميط كنت جايباها تقريبا في رمضان وانا كنت جاية كده من بره، فعديت على السوق جبت القراميط. 2 كيلو، كان القرموط كيلو طلع 2 قرموطين، طلع قرموطين. طبعا ده زيت سمك انا بقلي فيه. بعد ما غسلت القراميط كويس جدا، الراجل خليته دبحالي. انا بصراحة بخاف منها وسبتها لحد ما بقتش تتحرك خالص، وبعد كده نضفتها. وبص 100 فل 14 بقى، خل وليمون وملح ومش عارفه ومية الرز والكلام ده كله. دي كانت الدماغين. بحب الدماغ جدا على فكرة تبلتهم كده وقلت اقليهم، وبعد كده عشان هيتردوا في صلصة تاني قشرت اللي قدرت اقشره، وبعد كده ما قدرتش اقشر تاني، يعني اللي هناك دول متقشرين. شفتوا بقى الصلصة انا كنت عاملاها ليه؟ عشان اعمل بيها صينية القراميط دي. واللي بيحب القراميط يقولي في الكومنتات بتحبها زينا ولا لا. أكلة جميلة جدا. صينية القراميط دي مفضلة جنب الرز المصوص. يا سلام، جامدة جامدة جامدة.
صلونا على النبي، متسرحوش. قولولي بقى هتشموا النسيم فين النهاردة؟ يعني انتوا شميتوه فين يوم الاثنين؟ وانا اسمع تقريبا ان هو حرام، يعني انا اسمع ان شم النسيم والاحتفال بيه وكده حرام. تمام. الدقة عندي خلصت، رجعت اعمل دقة تاني من اول وجديد. انا كان عندي توم اللي هو الاحمر الجديد ده فحطيته. طب مش عايزه اقول لكم ان الكاميرا شبرت عشان وانا بدق الهون طرطش على الكاميرا فسدها خالص، عمل شبورة يعني، مع فلفل والتوابل وكده. وقلنا نعمل تتبيلة السمك. ده تتبيلة السمك المكاريل. انا حطيت بطاطسيتين 3 كده طبعا، بس حطيت شوية زيت الاول عشان البطاطس ما تلزقش، مع قرن فلفل مع طماطمية شرايح، ونتبلهم كده بمعلقة كده من تتبيلة السمك. وهنحط فيهم السمك المكاريل. طبعا الصينية ما خدتش غير 3 سمكات، الاخيرة دي هعملها في واحدة لوحدها. انا طبعا اللي فتحت السمك ونضفته وفتحته كده سنجاري من ظهره وحطيت له التتبيله اهو. بس خدي بالك ما تزوديش الملح عشان ما تطلعش حادقه معاكي، يعني خلي التتبيله خفيفه كده. مسحه من الزيت، عايزه تخليه لونه اصفر عشان انا حطيت عليه شويه كركم. ادي صينيه القراميط في الفرن، شايفين الجمال؟ والله عسل. اني مشتاقة اليك جدا. تعالي بقى نعمل التتبيله بتاعه السمك. حطيت الطاسه دي فيها شويه زيت وهنزل عليها بالبصله الجوليان اللي خرطتها. هتدبل معانا، هتدبل تمام، او ممكن تاخد اللون الذهبي. بعد كده هقول لكم هنعمل فيها ايه بعدين. حط عليها حبه من تتبيله السمك، اهم حاجه دي اساس الخلطه كلها. نزلت عليها بطماطمايه وقرن شطه او نص قرن تقريبا عشان هو كان حراق. هيدبلوا معانا كده ودول هنعملها حشوه للسمك. كان طلع معانا اهو، هنحط لها الحشوه واحطها تاني في الفرن تاخد لون. كان عامل زي الزبدة، والله العظيم عامل زي الزبدة. السمك المكريل ده كان خطير خطير خطير. ولا مش عايزه اقول لكم، ولا صينيه القرابيط ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله من جمالها ما تبقاش منها ولا حته. في ناس على فكره ما بتحبش القراميط. تعالي بقى نخش على سمك البولتي. انا كنت جايباه منضفاه ومظبطه الدنيا، ودول كان اخر سمكتين في التحمير في الآلية يعني. سمك ما شاء الله اللهم بارك كبير. احنا كنا متفقين ان احنا نشويه، بس الجماعه جم على اخر لحظه وقالوا لا اقليه وخلاص، فقلته. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني الطاسة عندي دي أكبر طاسة تقريبا، واخدة السمك بالعافية. المكاريلي وجمال بعد ما طلع، وخلصت كمان السمك البلطي، وكنت عملت السلطة. وبنتي تقولي أنا عايزة أعمل السلطة، قلت لها السلطة خلصت يا بنتي من بدري. تقولي ما قلتليش ليه يا ماما، كنت عايزة أعملها. ادي الرز المسلوق بعد ما طلع، مش عايزة أقولكوا السنة دي كانت تتقلب مني كلها. ده كان فطارنا غدانا النهارده يوم شم النسيم. وقولوا له انت عملتوا يوم شم النسيم ورحتوا فين وجيتوا منين؟ احنا كنا فوق سطح بيتنا الحمد لله. ربنا يديم اللمة والمحبة. واشوفكم في فيديو جديد، ودايما فرحانين ومتهنيين، وربنا يرزقكم يا رب الصحة والعافية ورزق من الحلال. متنسوش دعواتنا. ودي كانت التسالي بعد الأكلة. كانت سهرتنا الجميلة، عصير فراولة باللبن، ودي كانت التسالي كلها. واشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.